أسود وجهي بليل الذنوب، فعند اتباعك طرفي كحيل، وإن خرج اسمي بدنيا السرى. إنه صوت المنشد الجزائري ياسين شباح ابن ولاية ميلا، صوت حجز لنفسه مكانا بين المنشدين. بدأ مشواره الإنشادي بجمعية محلية بالجزائر العاصمة، تأثر بالعديد من المنشدين من داخل وخارج الوطن. عضو في جمعية الفيدرالية للسلام والإنسانية. ملتم أني تعرفت على بعض المنشدين، ومن ذاك اليوم هما كانوا سمعوا الصوت تاعي وقالوا لي لما لا، علاش ما تكونش يعني منضم للإنشاد. شارك في عديد المهرجانات الوطنية والمنافسات الدولية، وأنتج أول أنشودة له بعنوان نور أطل على الوجود، قام بتصويرها بولاية ميلا. شارك الأولى في 2021 وثانية في 2022 في مسابقة منشد شارقة. عملت أنشودة يعني أنشودة نور أطل على الوجود، عملتها هذه المرة يعني كي صب الثلج في ولاية ميلا. كنت اخترت المكان في تصفت هذه جاية بين تسلا وبينن، ونتمنى أنه تكون نالت إعجاب الجميع. اشتهر المنشد ياسين شباح مؤخرا بأنشودة شدوا بعضكم، والتي أداها رفقة عجوز فلسطينية عرفت رواجا واسعا عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. عندي أنشودة اللي هي معروف بها أنا طبعا في الجزائر وفي الوطن العربي، اللي كانت عملت ترند، هي أنشودة شدوا بعضكم مع الحجة الفلسطينية. كانت دارت ضجة يعني في المواقع التواصل الاجتماعي، والحمد لله نالت إعجاب كثير من الملايين من المشاهدات. ويبقى حلم ياسين شباح الوصول إلى العالمية بفنه المتميز وأدائه الراقي ورسالته النبيلة.